بصوا يا جماعه، بعض العربيات الحديثه او يعني معظم العربيات الحديثه دلوقتي وبالاخص العربيات الاوروبيه وبالاخص كمان السيارات الفرنسيه زي الرينو زي البيجو وكثير من العربيات الالمانيه والاسبانيه وغيرها، لما بيكون في ان ريجوليشن في الفولت، يعني الفولت اللي خارج من البطاريه في عدم انتظام نتيجه ضعف البطاريه او مشكله في الدينامو، ده بيظهر معايا اعطال بتظهر لي على الشاشه. بتقلق الشخص اللي هو سايق العربيه او اللي يعني ما عندوش خبره قوي في العربيات، يبتدي ان هو يقلق، يعني يلاقي رساله طالعه له تشيك انجكشن، تشيك اي بي اس، تشيك ايرباج، يفتكر ان في عنده مشكله في الاي بي اس في الفرامل، او مشكله في الايرباج، او مشكله في الجير بوكس، يطلع لك تشيك جير بوكس وهكذا. لازم اول حاجه خالص ابص عليها هي البطاريه. البطاريه لما بيكون فيها ضعف او الفولت اللي طالع منها غير منتظم للكنترول، ده بيسبب معايا الرسائل دي كلها بتبتدي تظهر. فلازم الاول خالص اتشيك على البطاريه. بتشيك على البطاريه ان انا العربيه اولا وهي مش دايره، لازم ابص على الفولت اللي خارج من البطاريه. الفولت ده لازم يكون في حدود من 11 ونص ل 12 قبل ما ادور العربيه. بعد ما بدور العربيه بيرفع معايا ل 12 ونص، 13 ونص لحد 14 ونص، يبقى كده البطاريه دي كويسه. لكن لو قست والعربيه واقفه قبل ما ادور ولقيت ان البطاريه دي مدياني قرايه 10 ونص ل 11، وبعد ما بدور ما بترفعش معايا لحد 13 ونص و14، يبقى البطاريه دي فيها مشكله. يبقى اول حاجه خالص لازم ابص عليها هي البطاريه قبل ما اتخض من كم الاعطال او الرسائل اللي ظاهره لي على الشاشه بتاعه الكنترول بتاع العربيه، او شاشه العربيه نفسها، او الشاشه اللي في العدادات لما بتظهر معايا اللي هي الرسائل بتاعه الاعطال دي. اول حاجه لازم ابص عليها هي البطاريه، لان اي ان ريجوليشن، اي عدم انتظام في الفولت اللي خارج من البطاريه او الدينامو للكنترول هو اللي بيسبب التهييس ده. ودي بس معلومه برضو للناس عشان الناس تبقى عارفه. اول حاجه لازم تشيك عليها حضرتك البطاريه، قيس البطاريه. لو البطاريه بقى قديمه اصلا وبقالها معاك سنتين ثلاثه كده، مفيش بطاريه بتقعد في مصر اكتر من 3 سنين، 3 سنين ونص بالكتير قوي يعني. ويعني عشان ما ندخلش برضه في قصه مين البطاريات الحلوه ومين البطاريات الوحشه، هي لو البطاريه قديمه فانت دماغك على طول تروح للبطاريه، يعني هي البطاريه هتبقى هي المشكله، مش انت عندك عطله في الجير بوكس ولا الانجكشن ولا الكلام ده كله. ده بس حابين نقول كده معلومه للناس، لان لاحظنا ان ناس كتيره دلوقتي بتظهر عندها الرسائل دي وبتتخض. يعني انا ظهر عندي رساله عطل في الانجكشن، انا ظهر عندي رساله عطل في ال في الاي بي اس، في الايرباك، في حساس مش عارف ايه، في الجير بوكس، يبقى الجير بوكس بايظ. لا، اول حاجه ابص عليها هي البطاريه. غالبا 90% من الحالات بتكون بطاريه ان شاء الله.